السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي في كل مكان. صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الانسجام. حلقة النهاردة يا شباب قد تكون الأهم في برنامج راديو على متفرج. ليه هي الأهم؟ لأنها بتكشف هوية راديو على متفرج. ويعني إيه راديو على متفرج؟ قبل ما أبدأ الحلقة حابب أشكر 2 على المستوى الشخصي أنا بحبهم جدا 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 جدا. بشكر أخويا وحبيبي سامح إبراهيم الفنان الجميل اللي حلقة النهاردة بناء على رغبته، وطبعا أنا بشكره على التفاعل الجميل في آخر حلقتين وتشييره للحلقة. أنا بشكره جدا 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 على الدعم الجميل ده. الشخصية التانية، الشخصية دي أنا اتعلمت منها كتير جدا 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 جدا، هي دكتور إيمان السري اللي بشكرها على تعليقها الجميل وعلى رأيها بشكل عام في برنامج راديو على متفرج. كلامك يا دكتور على راسي، أنا بشكرك جدا 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 جدا. خلينا نبدأ في موضوع حلقتنا النهاردة. كان سببه تعليق بسيط جدا من الفنان الجميل زي ما قلت سامح إبراهيم، اللي علق على الحلقة اللي فاتت وقال ممكن الحلقة الجاية تشرحوا يعني ايه راديو على متفرج. الحقيقة ان السؤال ده مش بسيط زي ما هو باين، لان على متفرج مش اسم برنامج، على متفرج حكاية عمرها ما اتقالت بصوت عالي. خلينا نطلع بفاصل ونرجع لكم من تاني، يلا بينا. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على متفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. كلنا من غير ما ناخد بالنا بنقول الجملة دي: استنى على متفرج، هتعدي على متفرج، ربنا كبير وهتفرج. بنقولها كأنها كلمة عادية، بس الحقيقة احنا بنحط فيها املنا كله. على ما تفرج مش معناها انك واقف مكانك، بالعكس دي معناها انك مكمل، رغم انك تعبان، رغم انك مش فاهم، رغم ان كل حاجة حواليك بتقولك وقف، بس انت بتكمل. على ما تفرج، على ما تفرج يعني بتصبر بس مش ساكت، بتحاول حتى لو لوحدك، بتستحمل علشان لسه عندك امل. واحد كل يوم بيصحى وهو مش طايق يومه ولا طايق نفسه، بس بينزل يشتغل على ما تفرج. وفي واحدة شايلة فوق طاقتها بكتير بس ما بتتكلمش على ما تفرج. وفي حد مكسور من جواه وبيضحك قدام الناس على ما تفرج. احنا كلنا بنعيشها بس محدش كان بيحكيها. علشان كده اتعمل راديو على ما تفرج، مش علشان نديك حلول جاهزة ولا نقول الدنيا وردي، لا، علشان نقعد سوا نحكي، نضحك، نفتكر، نقول اللي جوانا، ونفكر بعض إننا مش لوحدنا. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على متفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. يمكن الفرج مش لحظة كبيرة زي ما احنا متخيلين، يمكن الفرج بيجي حتة حتة، في كلمة، في حضن، في ضحكة، في رسالة جاتلك في وقتها، أو حتى في حلقة سمعتها وخليتك تحس إنك مفهوم. يمكن أنت سمعني دلوقتي وعندك حاجة مستنيها، مستني ربنا سبحانه وتعالى يفرجها، مشكلة بقى، وجع، حلم متأخر، بس خليني أقولك حاجة، أنت مش واقف، أنت ماشي، حتى لو ببطء، حتى لو بتزحف، بس أنت ماشي، وده في حد ذاته أمل. لو سألتني يعني إيه على ما تفرج، هقولك دي مش جملة، دي حالة، إحساس، حالة إنك تعيش وتحاول وتستنى من غير ما تستسلم. ده وعد إنك هتفضل مكمل لحد ما الضحكة
ترجع وتبقى من قلبك بجد. واحنا هنا مش هنسيبك غير لما تحس انها فرجت عليك بإذن الله. دي كانت حلقة استثنائية من راديو على ما تفرج، ولو لسه مستني الفرج قول يا رب، وقول انت مستني ايه، يمكن نحكي سوا لغاية لما ربنا يفرجها. انتظرونا في حلقة جديدة من راديو على ما تفرج، هتبقى يوم الخميس ان شاء الله، وموضوع جديد، ونقول لكم باي.